تالت حاجة التعامل مع الانتكاسة. لو وقعت دي مش نهاية الدنيا. الحقيقة إن أغلب الناس بتنتكس مرة أو أكتر في رحلة التعافي بتاعتها، ودي حاجة طبيعية. الانتكاسة مش فشل. الفشل هو إن أنت تستسلم وتقول خلاص مفيش فايدة. الانتكاسة هي إن أنت تقع لكن تقوم وتكمل، يعني تقوم وتقع وتقوم وتقع وتكمل. طب ازاي اتعامل مع الانتكاسة؟ اول حاجة ما تخليهاش تتحول لحاجة متواصلة. اخطر حاجة لما تنتكس مرة واحدة تقول لنفسك خلاص انا فشلت يبقى اكمل. تفضل تشوف المحتوى لساعات او لايام. بدل كده لو وقعت قوم فورا، صلي، اتوضى، اطلع من المكان، اتحرك، قاوم ان انت تكمل. تاني حاجة لازم تحلل الانتكاسة. لازم تعرف ايه هي المحفز اللي خلاك تقع. ايه الحاجة اللي كان ممكن اعملها بشكل مختلف. طيب، عملت كل ده، ايه الدرس اللي انا اتعلمته من الانتكاسة دي؟ كل انتكاسة فرصة ان انت تتعلم لو انت استخدمتها صح. تالت حاجة لازم ترجع، انت انتكست لازم ترجع للمسار بتاعك فورا، ما تضيعش وقت في الندم او اللوم. قوم وارجع للنظام بتاعك فورا اللي انت كنت كاتبه. رابع حاجة لازم تطلب المساعدة لو انت حاسس انك مش قادر لوحدك. ما تخجلش ان انت تطلب مساعدة، دي حاجة يعني طبيعية. مثلا اطلب مساعدة من صديق بتثق فيه، مجموعات الدعم سواء على الفيسبوك أو أي حاجة، مستشار أو معالج نفسي متخصص. مفيش عيب في طلب المساعدة. العيب إن أنت تفضل تعاني لوحدك. مهم جدا المحاسبة والمتابعة. دول أقوى من أدوات في التعافي. أنت تلاقي حد يحاسبك. طيب هي ليه المحاسبة مهمة؟ لما أنت لوحدك سهل إن أنت تخدع نفسك، لكن لما يبقى في حد تاني عارف رحلتك بتحس بمسؤولية أكبر. إزاي نطبق المحاسبة دي؟ أول حاجة لازم تلاقي شريك محاسبة بتاعك. اختار صديق بتثق فيه تماما، حد فاهم المشكلة ومستعد إن هو يدعمك. اتفقوا على نظام تواصل كل يوم أو كل أسبوع. اتكلموا، حاول تحكي له أنت عملت إيه النهاردة. خليه يسألك أسئلة صعبة. الانتكاسة يعني يسألك أسئلة صعبة. أنت كست النهاردة، إيه التحديات اللي أنت واجهتها؟ ما تخبيش عنه حاجة. الصراحة الكاملة هي اللي بتخلي النظام ده ينجح. تاني حاجة تطبيقات المتابعة. في تطبيقات كتير قلت لك عليها من شوية بتساعدك على إن أنت تتابع التقدم بتاعك. مثلا زي أيام سوبر، ده بيعدي الأيام اللي أنت عديتها من غير انتكاسة. فرونت فيه برنامج متكامل للتعافي، متابعة اللي هو روبرت، والتحديات اليومية، وهكذا. مجموعات الدعاية بتاعت الفيسبوك مثلا أو المنتديات، دي حاجات. مثلا برضو في مجموعات على الفيسبوك أو ريدت، مجموعات حقيقية مثلا لو كانت موجودة في مدينتك. أنت مش لوحدك على فكرة في المعركة دي خالص. في آلاف من الناس بتمر بنفس التجربة.